أهلا بيكم في الجزء التاني من رحلتنا مع مراية الروح. لو لسه مكمل معايا بعد الجزء الأول فده معناه إنك عايزة تطمني وعايزة حد يفهمك مش يحكم عليكي. في الجزء ده مش هديكي دروس ولا كلام مثالي، احنا هنفضفض سوا عن الألم اللي ساعات بيكبر جوانا لدرجة بنخاف نقول اسمه. تعالي نكمل على مهل. عارفة أصعب حاجة في الوجع مش الوجع نفسه، الأصعب إنك تحسي إنك مش مسموحلك تتوجعي، إنك لازم تكوني قوية حتى وإنت بتتكسري من جوه. لكن هنا في البودكاست ده من حقك تتعبي ومن حقك تقولي أنا مش بخير. لو الألم جواكي تقيل ومش قادرة تتكلمي مع حد اسمعيني للحظات. أول حاجة، ما تحاربيش إحساسك، ما تحاوليش تطفي الألم بالعافية أو تزقي الحكاية، سيبيه يظهر، سيبيه يعبر عن نفسه. كل إحساس بتحاولي تهربي منه بيرجع أقوى. تاني حاجة، افتكري دايما مش لازم نفهم كل حاجة دلوقتي، مش كل وجع لازم نفهم سببه في الوقت اللي بنتألم فيه. ساعات ربنا بيخلي الإجابة تيجي بعد ما قلبك يهدى، مش وانتي جوه العاصفة. ولو حسيتي إنك لوحدك فأنا عايزاكي تعرفي إن ده مش ضعف، ده جزء من الرحلة، وكل القلوب القوية عدت بنفس المحطة. لو تقدري احضني نفسك بدل ما تلوميها، قولي لنفسك أنا بعمل اللي أقدر عليه وهتحمل لحد ما ربنا يبدل حالي، لأنك فعلا مش محتاجة تعملي أكتر من اللي في طاقتك. احنا مش لازم ننتصر في كل يوم، في أيام مجرد إنك قايمة على رجلك ده انتصار. قبل ما نختم الجزء ده عايزاكي تاخدي نفس، ولو تقدري ابتسامة صغيرة، ولو ما كانش عندك طاقة ما تضغطيش، كفاية انك سمعتي لحد هنا. في الجزء الجاي هنتكلم عن العلامات اللي ربنا بيديهالك علشان يفهمك ان الابتلاء قرب يخلص وان النور قرب. لو الكلام ده ريح قلبك اشتركي في قناة مراية الروح علشان نكمل الرحلة سوا، وما تسمعيش جزء وتسيبي قلبك معلق من غير باقي الكلام. أشوفك في الجزء الجاي، واوعي تنسي قلبك بيتشاف ووجعك ليه قيمة عند ربنا.